بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم على المكشوف. في هذا الأسبوع مشاهدينا الكرام نلتقي مع الشاعر المبدع سعيد الأحمري. مرحبا أبو مصفر، حياك الله. الله يبقيك، يطول عمرك يا أبو محمد. يا هلا وسهلا، سعداء باستضافتك. الله يسعدك ويطول عمرك، لي الشرف. الله يحييك. الله يحييك أبو مصفر. في البداية جمهورك ومحبينك يعني مهتمين بمعرفة بداياتك الشعرية، حابين انك تحدثنا عنها. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بالنسبة للبدايات يا أبو محمد، يعني هل تقصد بدايات فعلية نزول الحفلات يعني والميدان، أو بداياتك الشعرية سواء قبل الحفلات؟ وحدثنا عن بداية الحفلات. بالنسبة قبل الحفلات طبعا طبيعة الشاعر، يعني الموهبة اللي يعني تكون داخله تكون معه منذ الصغر، يعني ربما يحس فعلا عنده موهبة ويحاول يحب الشعر أو يتوجه لسماع الشعر ويحب القصائد. يعني أنا بحكم البيئة والمجتمع اللي نعيش فيه نسمع حفلات من يوم احنا صغار، نحضر حفلات كذلك. فهذه بالنسبة لمحبة للشعر. طبعا الإنسان ربما في الفترة المبكرة من عمره لا يعلم هل لديه الموهبة فعلا موهبة الشعر أم لا، أو أنه مجرد متذوق، أو مجرد يعني فعلا متذوق، أو بحكم زي ما ذكرت ثقافة المجتمع أو البيئة اللي يعيش فيها. نعم. ولكن الموهبة سبحان الله، يعني وأنت تعرف يا أبو محمد أن فعلا الشخص اللي عنده موهبة في أي مجال كان، سواء في الشعر أو في غير الشعر، فهي تخرج من دواخل الشخص هذا مع مرور الوقت. يعني يأتي لها وقت فعلا وتتدفق هذه الموهبة. نعم. يعني كنت أحب أحضر ربما مشاركات بسيطة كذا، لكن كحضور فعلي تقريبا من عام 1431 تقريبا. يعني أنت تؤكد كلام الخليل بن أحمد الفراهيدي يوم يقول: لكل امرئ قريحة من الشعر، إن استعملها فارت وإن تركها غارت. فعلا الموهبة تحتاج الشخص أنه يهتم فيها ويرعاها، لأنها مثل الطفل الصغير. إذا أحسنت يعني رعايتك فيه وتربيتك له واهتمامك، وحس أنك فعلا متوجه، اللي أنا أتكلم الآن عن الموهبة، متوجه لها ومهتم فيها، مع مرور الوقت راح تكتشفها، وفي نفس الوقت راح تكون قريبة منك. جميل. أبو مصر، أبرز العقبات اللي واجهتك في بدايتك؟ والله شوف، أنا أكون صريح معك، يعني من فضل الله ما أجد إن في عقبات كبيرة يعني واجهتني. ترى احنا في وقت يا أبو محمد كويس، يعني بالنسبة للشاعر، خاصة في مجال الشعر. أنا تكلمت قبل يمكن في عدة لقاءات، قلت هذا العصر الذهبي لموضوع الإعلام. فالإعلام فعلا يحاول يزيح كل عقبة ممكن تواجه أي شخص. طبعا بالإضافة إلى توفر أدوات الشعر عند الشاعر، إذا كان عنده فعلا يمتلك موهبة فعلا حقيقية للشعر، فأجد ما فيها أي عقوبات، يعني إلا إذا كان أراد الشخص أن يضع يعني عقبات أمامه في بطريقة أو أخرى. طيب أبو مصر، يعني أغلب الشخصيات يكون لهم في بداياتهم زي ما تقول عراب. خلينا أصيغها لك بصيغة ثانية. من هو الشخص اللي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في بروز سعيد الأحمري؟ أنت تتكلم كشعراء أو غير شعراء؟ ما هو شرط، الشخص اللي كان له الفضل في ظهورك. والله الفضل لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، الفضل لله. ربما نصيحة من شخص، خاصة إذا كان في بداياته، يعني ممكن في جلسة أو تتقابل لك شخص يكون صادق لك أو ناصح أمين، يعطيك كلمة ربما أنها تترسخ في ذهنك مع مرور الوقت، وربما أن الشخص هذا لم يكلف نفسه في إلقاء هذه الكلمة عليك، ولكن لها قبول عندك. فأنا ما أقول في شخص معين، لكن في أشخاص يعني خاصة في بداياتي أنا لازلت أسترجع وأستذكر يعني كلمات لهم رنانة، لا زالت يعني أمر في مواقف والله أرجع على طول بعض الكلام اللي كانوا يقولونه لي. مثل يعني في شخص يعني توفي الله يغفر له ويرحمه، هو من الجماعة، كان يقول شوف يا سيد، إذا حضرت في حفلة ووجدت الشاعر اللي قدامك نزل في المحاورة
أو يعني لموضوع المهاترة والهبوط في الكلام، فارتفع. حاول أنك ترتفع، يعني ستكبر حتى نظرة الجمهور لك، مجاراتك له، مجرد أنك تجاري بالكلام هذا فأنت سقطت في نفس الهاوية. ان شاء الله هذه الكلمة الهاوية هذه اطلعها لك في اللقاء هذا. ما في ان شاء الله، لا ما في ان شاء الله، ما في ان شاء الله ابد اي ان شاء الله سقوط او. طيب جميل. ابو مسفر، في شعراء يتعمد انه يضع عقبات امام الشاعر الشاب، اما بالحرب النفسية ولا بطريقة بدع القصائد والقوارع، فما ادري هل واجهك نفس الحرب؟ شوف الشعراء الكبار، انا اذا وضع الشاعر في موقف يعني أو حاول أنه يحرجه، والله أعتبرها أحسن للشاعر هذا ولم يسيء له. جميل. يعني شيء جميل أنه يحطني الشاعر الكبير، خاصة لما أكون الشخص في بدايته، وأنا لازلت في بداياتي أعتبر نفسي، لما يحطني في مازق شيء جيد. لماذا؟ لأني من خلال الموقف هذا أنا قاعد أختبر نفسي. لكن الجمهور ما يصبر. من ناحية إيش ما يصبر؟ ما يصبر يعني، أما شاعر جاهز في الحفلة ذيك ولا بلاش. طيب أنا ذكرت أنه يضعك أمام اختبار، صح ولا لا؟ إذا كنت شاعر متمكن راح تتجاوزها من أول مرة. طيب ما تحتاج أنك يعني تعيد الكرة مرة ومرتين وثلاث حتى أنك تتجاوز العقبة هذه أو الاختبار هذا. أنت متمكن، أنت في بدايتك، أنا أتكلم عن بداية الواحد. شوف بداية الشاعر وتحكم عليه أي شاعر من خلال بداياته، ما تنتظر له 10 15 20 حفلة حتى أنك تحكم صحيح. فإذا جاء شاعر أكبر منك وحط لك عقبة وفشلت فيها، معناته خلاص يعني حكموا عليك. أنت تحكم، تتكلم بصورة عامة ولا بصورة شخصية؟ لا بصورة عامة. بصورة عامة. أنا أجد إذا أنك شاعر بالفعل وعندك موهبة حقيقية راح تتجاوز أي اختبار ممكن أنك تواجهها في بداياتك. طيب أبو مسفر، أنت شاعر لك في الساحة تقريبا 5 سنوات 6 سنوات تقريبا. تخطيت حدود الإقليمية يعني، وطلعت من منطقة عسير إلى انعزمت في الباحة كثير يعني. ما أدري وش اللي استفدته من المدرستين، مدرسة الباحة ومدرسة عسير. والله شوف، تكرر السؤال هذا يمكن علي وعلى غيري من الشعراء. يتكرر ما حد جاوب. أنت أول شيء يعني حاول أنك السؤال أنك تحاول تحدد مقصدك من السؤال، لأنك أنت الآن ربما لك يعني أهداف أنك تبغى توصل تستنتج من الإجابة ربما سؤال آخر. عرفت؟ بالنسبة أنا ضد التقسيم، ضد التقسيم. يعني حنا يطلق علينا أهل الجنوب، والعرضة يطلق عليها عرضة الجنوبية، صح ولا لا؟ صحيح. ما يقول عرضة مثلا الباحة وعرضة عسير. أي شخص يجيد الموروث في منطقة عسير لو تجيبه في حفلات زهران كشخص يعني مثلا كأداء يعني يستطيع أنه يؤدي مع في منطقة الباحة مثلا. أي شخص من منطقة الباحة تجيبه في منطقة عسير يستطيع أنه يؤدي من خلاله. معناته بكلامك هذا فيه فرق يعني. كيف في فرق؟ وانا اقول لك انت يعني تقول اي واحد تجيبه من عسير يقدر يؤدي مع حفلات الباحة والعكس صح. انا اتكلم اذا كان كأداء كشخص عادي. عرفت؟ القصائد احنا نعرف بالنسبة للشعر العرضة هو شعر بدع ورد وتوجيه وشقر، وهذا لا خلاف فيه، وموجود عندنا في المنطقة الجنوبية من مئات السنين يعني الفن هذا. عرفت؟ لكن طريقة الحفلات تختلف من هنا إلى هنا. طريقة الحفلات يا عزيزي، شوف أنا أقول لك الجمهور هو أكبر عامل مؤثر في الحفلات. يعني على حسب ذائقة الجمهور ربما يوجهون يكون توجه الشاعر من خلال ذائقة الجمهور. عرفت؟ في ناس يحبون الحماس، يحبون الإثارة، كثير من الجماهير في منطقة الباحة في منطقة عسير. هذا الشيء طبعا أصلا العرض الجنوبي بطبيعتها هي رقصة حرب وعرضة حماس يعني أنت تنفي الكلام إنه في فرق نهائيا. ما في فرق، أنا قلت لك هنا الشعر وهنا الشعر. ما اختلفنا في الشعر واحد حتى في أي مكان يعني، حتى في القلطة الشعر واحد يعني. أنا أتكلم عن طريقة القصيدة، طريقة بنائها، طريقة رسم القارع. هنا جماليات وهنا جماليات وهنا اهتمام وجماليات أيضا، لكن هنا في اهتمام بطول القصيدة. هنا يعني في فرق. طيب يعني ما تعتبر طول النفس في القصيدة من الجماليات عند الشاعر؟ لا بالعكس. ما تعتبرها من الجماليات؟ لا.
طيب كلما طب أنا أسألك أنا مملة يا رجل. معلش دقيقة. الحين المعلقات اللي من العصر الجاهلي. لا خلنا، أنا ما أتكلم عن المعلقات. أنا أتكلم معك. المعلقات كان الشاعر من الحول للحول، يعني من السنة للسنة، من السنة للسنة يبنيها. صحيح. توصل بعض الأحيان إلى ملحمة، يعني 100 بيت 200 بيت. هذه موجودة تسمى عندنا قصائد البصمة أو الزملة. طيب ما اختلفنا فيها. أنا أتكلم عن قصائد القوارع نفسها. وهنا طيب لما يجيك شاعر في حفلة مثلا، إذا كان طول النفس تعتبرها ما هو من الجماليات، لما يجيك شاعر ويبدع 17 18 بيت أو 20 أو 25 قصيدة لحظية، ويقوم الشاعر اللي قدامه بالرد عليها. أعطني من قصائدك أنت اللي فيها طول. قصائد طول نفس؟ أيوه يا أخي شوف، قصائد الحفلات والله كثير يا أخي. ما هي على طول النفس. ما هي على طول النفس. هي على طريقة توصيلك يعني للمعنى للجمهور. طريقة الشيء اللي تبغى توصل، لما توصله في 4 أبيات محكومة معنى ومبنى، أفضل من أنك تقعد تجيب لي 20 بيت. طيب ممتاز. قصائد البصمات اللي تتكلم عنها ما توصل إلى 15 20 بيت؟ طيب ليش ما يسويها في 4 أبيات زي ما قلت ويوصل الفكرة؟ يقدر. طيب يقدر. الشاعر اللي بيبدع 25 بيت ممكن يوصل الفكرة في 4 أبيات. ما في فرق. جميل، وصلت. طيب يا أبو مسفر، تفضل. خلينا أسمع منك من عيون شعرك، يعني 4 أبيات كذا، نفس طويل على قولتك. شوف، عيون الشعر بالنسبة لكل شخص، ممكن الشخص عنده قصيدة فعلا تكون عنده غالية، لكن عند الجمهور وعند المتلقي تعتبر قصيدة يعني ربما متواضعة أو عادية. نعم. فما في شيء الآن يعني ممكن تقول. شوف، أكثر القصائد اللي تكون مقربة للنفس اللي هي القصائد العاطفية ربما، وأجد قصائد النظم مقربة لي يعني في جانب معين. سمعنا عرض الحين وبنجيك. سمعك عرضة؟ أبشر. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. الله. مشكلة مجتمعنا يا الحسد، كم قلوب فيك مرضى، ونصبح أقسام من سنة محمد ومن شيعة علي، وانا كم حاولوا لكن ما هم في حبالك موقعيني، ما هو صعب اهزمك وانا ظروف الزمن طحنتها، ما هو صعب اهزمك وانا ظروف الزمن طحنتها. الله اكبر الله اكبر. يقول اقطاع الصوت يا بوق الفتن ماني بسماع عليك، اما ناخذ كل القاضي ونسمع كلامك وانت واقف، ولا نصفح ونعفو عنك والعفو من طبع الجواد. يا راعي البصر ضو الليل لا يخدعك في كبر ضيه، كم قلوب تغار وتصبح النار تاكل غيرها. مشكلة مجتمعنا يا الحسد، كم قلوب فيك مرضى، ونصبح أقسام من سنة محمد ومن شيعة علي، وانا كم حاولوا لكن ما هم في حبالك موقعيني، ما هو صعب اهزمك وانا ظروف الزمن طحنتها. الله. الرد طبعا يا لا 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 طحت يا واثق الخطوات ما واحد سمى عليك. الله. كنا نحسبك ما بتطيح وان طحت تسقط وانت واقف، وانت عثرت قلنا طاح مرة وهي كبوة جواد، واللي يقولون طاح الشر ما قصدهم في كبر ضيه، بكرة لا طحت لا يقولون تكبر وتاكل غيرها. أنا ماني لك بشمات لا والله إني فيك مرضى،
لكن وش ذنبي انك كل ما طحت تتعنز علي؟ ما عاد اكبر بشوفي منك مثل الجمل في موقع عيني، وانت مثل الجمل محشوم لكن لا طاح انتهى، وانت مثل الجمل محشوم لكن لا طاح انتهى. سلامتك. صح الله لسانك، صح الله لسانك. أيوة. ابداع ابداع. ابو مسفر، نقطة التحول في مسيرتك. بصفة عامة او خلها في حياتك يعني. انا الحادث اللي حصل لي قبل فترة. حدثنا عنه. يعني ما نبغى طيب خلنا من التفاصيل. التفاصيل ايه؟ جبنا ورقة مرور. لا انا اتكلم عن نقطة التحول من ناحية ايش؟ والله تغيرت نظرتي في اشياء كثيرة. يشهد الله. يعني الانسان لما يكون في صحة وعافية وكل امور يعني يحس انها في متناول يده، وزي ما نقول بالعامي ضابطة معه، ماشية مع الامور. فما يتوقع يوم من الايام انه ينتبه لناحية معينة ويصحى في موضوع معين. يحتاج الانسان بعض الاحيان الى صدمات في حياته، زي الشخص اللي يعني على وشك الموت، ولما يجون يسعفونه بالصعقة الكهربائية هذه، لأنهم فعلا يعطونها الرد، يعطونها صدمة في جانب معين حتى أنه يستشعر بعض الأمور، حتى أنه يعيد العقل ربما توازنها، ويعيد القلب ضخ الدم في نفس الموضوع، في زي الصدمة، ربما أنها لحظية ولكن أثرها يبقى على المدى البعيد. أعدت النظرة في كثير من الأمور. والله شوفي، احنا إذا بنتكلم عن الشعر والله أعدت النظر في أشياء كثيرة. يعني شعريا أعدت النظر في أنا بقول لك، شوف، شعريا الشاعر بطبيعته يحب نفسه كثير، في الصفة النرجسية أنا أعتبرها. عرفت؟ وحتى أنا أسمع الكلام هذا يقال من قبل ناس ما هم شعراء، أن الشاعر يحب نفسه كثير يعني. عرفت؟ فحق مشروع أن كل شخص أنه فعلا يحاول أنه يكرم نفسه ويقدم نفسه شيء، لكن المشكلة لما بعض الأحيان الشخص يحاول بطرق غير مشروعة أو محاولة إيذاء الآخرين. عرفت؟ في شغلات كثيرة أجد أن الشاعر يشغل نفسه وتفكيره ووقته فيها، وهي والله أمر زائل، ممكن في أي لحظة ممكن لا تنتهي أو تختفي، في حال زي ما قلت لك الإنسان لما يكون متعافي ما يفكر إلا في نفسه. عرفت؟ ففي شغلات تصير أنا والله ضدها في مجال الشعر خاصة يعني صراحة. جميل. طيب ما ودنا نتكلم في الموضوع هذا أكثر من كذا. أنا كان ودي أقول لك يعني مثل إيش؟ مثل إيش؟ أنا بقول لك باختصار. يعني شوف، أحيان يقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. هذه صار في مشكلة عندنا في موضوع الحفلات اللي هي إيش؟ إنك والله تطلع شاعر وتجيب شاعر. هذه مشكلة. ما شاء الله تبارك الله. هذه كلها بعد الحادثة؟ لا، شلون يعني؟ أنا أقول لك نقطة التحول في حياتك، تقول لي الحادث اللي صار. هي نقطة، أنا أقول لك نقطة التحول. أنا إدراك الأشياء، أنا الحين أشوف أشياء تحصل. عرفت؟ يعني أشوف إن ما لها داعي والله العظيم. يعني أنت كنت تقطع أرزاق؟ لا والله يشهد الله علي. شوف، صل على محمد. إنسان أنا تكلمت في الموضوع ذا. هي معلش أبو مسفر، هو الحادث جهتك ولا في جهة ثانية؟ عشان أعرف. شوف، أنا ما أتكلم، صل على محمد. أنا أشهد الله أني صادق معك. نعم. عرفت؟ بغض النظر البرنامج هل هو على المكشوف أو غير على المكشوف. طيب تفضل. عرفت؟ ربما صراحتي هذه إنها تضايق ناس كثير مني. عرفت؟ أنا أتكلم بصفة عامة. نعم. عرفت؟ وأنا ما أجي هنا أني أمجد نفسي أو أقول أنا والله الفلان اللي يعني فيني أشياء مميزات ما هي عند غيري، مستحيل إني أقول هالكلام هذا. عرفت؟ لكن أنا أقول لك في أشياء تحصل في الساحة أجد أن نعطيها أكبر من حجمها من قبل بعض الشعراء ومن بعض الأشياء اللي تصير وتحصل قدامنا. جميل. فأنا يعني أستغرب ما في شيء يستاهل. زيش
قلت لك المؤامرات، ربما الشغلات محاولة الكذب، الخداع، بعض الأشياء اللي ممكن تحصل. عرفت؟ ما في داعي، والله ما في داعي. أنت خلك إنسان بطبيعتك، وراح يقبلك الجمهور أو يرفضك، والقبول من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. طيب أعطينا أمثلة على أشياء أنت صادفتها. بالنسبة لي أنا، أيوة. أنا أتكلم، أنا في أشخاص ربما ما أدري هل لهم علاقة بأصحاب المناسبات أو بعض الشعراء يسعون طال عمرك ممكن يطلع سعيد ويجيب فلان، ويطلع فلان ويجيب فلان. هذه تحصل لي هذه. فأنا أستغرب ليش الشيء هذا؟ الشيء اللي الله كاتبه للإنسان والله يأخذه، يعني تأكد يعني من الناحية ذي. صحيح. مهما حاول والله اللي يجتمعون البشر دول كلهم يحاولون أنهم يعني يمنعونك من شيء الله كتبه لك. طيب ما عليك عشان كذا تطمن أنت، لا تشيل هم يعني. أنا ما راح أشيل هم، لكن شوف كما تدين تدان في الأمور اللي زي هذه، كما تدين تدان. جميل. طيب أبو مسفر، الحفلة اللي فرقت معك في مسيرتك، يعني من بدايتك الشعرية إلى الآن، في حفلة فرقت معك وصلتك القمة، أو وصلتك السعيد اللي احنا نشوفه الحين؟ والله شوف، بالنسبة للحفلات، في حفلات عادة ما تكون حفلات اللي كانت في البدايات، الحفلات اللي كانت في بداياتي ربما هي اللي فعلا أحدثت لي ربما نقلة نوعية. بعض الحفلات يعني ما أستذكر حفلة معينة، لكن أي حفلة في البدايات يعني كانت ناجحة بالنسبة لي أعتبرها نقلة نوعية. جميل. طيب أبو مسفر، أنت لك تجارب أخرى في النظم والقلطة؟ والله أنا أحب النظم، أحب نظم. أنا بدايتي في الشعر كنت أنظم قبل نزولي للحفلات، يعني من أيام الثانوي. أنا أحب النظم والله. طيب جميل. طيب سمعنا من شعرك في النظم. طيب بدون ما تطالع الجو. أنا مشكلتي والله ماني مجهز، ماني مرتب والله. ما عندك مشكلة لو بيتين ثلاثة. طيب في أنا أحاول أجيب يعني قصايد جديدة. جميل. أحاول يعني ربما الأشياء اللي قبل فترة واللي طلعت بعض اللقاءات أو في تويتر أو في بعض المواقع، في قصيدة هنا بفكرة كذا جات في بالي، ما أدري، فكرة جديدة أنا أعتبرها. طيب جميل. اللي هي خليط بين الفصحى والعامي. طيب جميل. عرفت؟ ولكن يعني أتمنى أنهم ما يوجهون إسهام النقد علينا اللي هم متخصصين اللغة العربية. أنا متخصصي ما هو اللغة العربية، لكن جميل تفضل. يقول عيناك والسحر في جفناك منعقد، مما يجده لبيب العقل ينفقد. إني وإن كنت من قوم لهم بأس، إذا لقيتك ضاع البأس والرشد. يعني عيونك حبيبي تسحر عيوني، والناس من هيبتك قاموا ولا قعدوا. أنا وجدتك ولا أدري كيف حصلتك، يعني تحصلت يوم الغير ما وجدوا. أنا وجدتك ولا أدري كيف حصلتك، يعني تحصلت يوم الغير ما وجدوا. حتى قصيدي من أول خابره نبطي، واليوم كني من اللي قد لهم أمد. واجيك وأنا عليك أضمى وبيفاقه، وارد مواريد بدو للرها ورد. وأنا أنت فريدة وفيك أشياء ما هي عادي، وأنا من اللي على عشاقك. أنت فريدة وفيك أشياء ما هي عادي، وأنا من اللي على عشاقك انفرد. وأسر على موعدك وراقب الساعة، وفز عكس البشر للنوم إذ خلدوا. شاعرك سوالك اللي ما قدر غيرهم، حاولوا بالفعل لكن ما اجتهدوا. تكفين لا تجحدين الفضل والنعمة، الناس تحرم من النعمة إذا جحدوا. الله المستعان. يبغى لها بيتين تحنيشة بس. جميل جميل جميل، تصير عرضة الداعي يا أبو مسفر. طيب أنا اكتشفت بالصدفة أن لك علاقة في القلطة، ما أدري فعلا الكلام هذا يعني هو صحيح كذا ولا كذا، لكن يعني احتراف ولا مجرد هواية ولا بالصدفة؟ بالصدفة. طيب بالصدفة. حدثنا عن التجربة. لا بالصدفة، يعني ما أدري أنت يعني حفلة معينة تذكر أو لا أنا سمعت كذا من مقربين لك. إيش؟ إن لك في القلطة. اللي في القلطة، شوف شاعر العرضة ممكن إنها ربما إنها يعني ما عنده مشكلة، ممكن يشارك في القلطة ويقصد في القلطة. نعم. بتوفر عدة عوامل. عرفت؟ أنا عشت ربما في مدينة الطائف. عرفت؟ يمكن أكثر مرحلة في حياتي عشتها هناك
فأتابع القلطة منذ الصغر يعني وأحبها. جميل. طيب أبو مصطفى، خلينا أنا أسألك سؤال كذا بعيد عن القلطة والأشياء هذه. أنا سمعت لك محاورة هابطة بمعنى كلمة هابطة. طيب. مع بندر الأحمري وبن عزيز وبن هضبة. أبغاك تحدثني على الحفلة هذه، لكن الإجابة راح أخذها منك بعد الفاصل. طيب. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. في هذا الأسبوع نلتقي مع الشاعر سعيد الأحمري. أبو مسفر، حياك الله مرة أخرى. الله يبقيك طول عمرك. أنا سألتك قبل الفاصل عن محاورتكم أنت وصالح بن عزيز وسعيد بن هضبان وبندر الأحمري، وقلت لك بالنص هذه محاورة هابطة، حابين أنك تحدثنا عنها. شوف يا أخوي رياض، نعم. أولا لما تقول هابطة تعتبر تسقط بكلامك هذا علينا كلنا الكلام هذا. إيه نعم. صح ولا؟ صحيح. يعني الأربعة هبطنا في المحاورة. نعم. هذه وجهة نظرك. نعم. ما هي وجهة نظري أنا أنقل الحاصل يعني في الشارع، ولا أنا في النهاية شاعر ومعرض مثل المواقف هذه، لكن أنا نقول لك اللي حاصل وردود أفعال الجمهور. شوف، أولا ردود الأفعال أنت أجد أنك لم تنطق بكلام ردود أفعال أكثر الجمهور. يعني ربما هذا رأي شخصي. يعني في ناس مؤيدين لها مثلا؟ لا اسمع، صل على محمد. صلي وسلم عليه. المحاورة ذي أخذت أخذت نقاش في وقتها كبير. عرفت؟ وربما نتكلمنا في الموضوع هذا. بالنسبة لي أنا أتكلم عن نفسي يعني. أول شيء سعيد وصالح والأخ بندر شعراء كبار، وفي غنى أني أجي أنا أدافع عنهم. عرفت؟ أنا بالنسبة لي أبدا بالنسبة لي أنا أتكلم، لم يكن هناك سقوط مني في المحاورة، وسمعوا أكثر الناس يعرفون الكلام هذا، وكان فيها نوع من الإثارة فعلا. عرفت؟ على الرغم من أنا بالنسبة لي يعني في ناس كانوا يتوقعون أن يكون لي سبب في إثارة المحاورة، ما كنت أسعى والله لإثارة المحاورة. عرفت؟ لأن يعني في غنى أني أجي وأحاول أني أثير حفلة بالشكل ذا لشخصي، لأهداف شخصية، أو أحاول من خلالها أني أبرز. أنا الحمد لله من قبل الحفلة دي قابلت سعيد وصالح وقابلت الربع ذولا كثير، وشعراء كبار وشعراء عمالقة، وتحصل المحاورات اللي يكون فيها نوع من الشد والجذب حتى مع كل الشعراء. يعني تعترف أن فيها سقوط؟ ما فيها سقوط. أنا بتكلم عن نفسي، أقول لك ما بالنسبة لي ما فيها سقوط من جهتي أنا. طيب والباقي؟ والباقيين بالنسبة لهم ممكن إنك تستدعيهم تسألهم. بس إيش رأيك أنت، نظرتك؟ أنا ما أتكلم عنهم. إذا كان تقول أنت تتكلم عن وجهة نظر الجمهور، طيب صح ولا لا؟ أنا سمعت لك. إيش تقول؟ ما أذكر أبيات. أنت إيش تقول أنت؟ أنا ما أذكر أبيات لك بالضبط، لكن مرت علي المحاورة لكن ما أحفظها. أنت كان لك أبيات. أتحدى. كيف تتحدى؟ أتحدى إذا كان في سقوط مني في أي بيت. أتحدى. طيب يعني نصف المحاورة بالأغلبية، خل أنت ما سقطت مثلا الباقيين مثلا بالأغلبية، خلاص ما دام أنهم سقطوا فمعناته المحاورة هابطة ولا لا؟ يا أخي الكريم، أنا ما تكلمت أنهم سقطوا أو المحاورة هابطة، أنا ما قلت الكلام ذا، أنت قاعد تقول الكلام هذا، صح ولا لا؟ تتحمل. إيش قلت أنا؟ تقول لي فيها سقوط. قلت فيها سقوط؟ أنا أتكلم عن نفسي، أقول أنا ما سقطت. بس الباقي ما سقطت في المحاورة. والباقي ممكن تستدعيهم تسألهم نفس السؤال اللي وجهته لي. بس أنت رأيك مثلا كواحد؟ لا أنا ما أقيم الشعراء، ولا أحب إني أذكر حتى اسم أي شاعر إلا بالخير. طيب جميل. عموما المحاورة معروفة يعني. محاورة معروفة. طيب يا أبو مسفر، طبيعي أن الشاعر يكون له قصائد تحاكي الواقع العام. احنا في مرحلة الآن عاصفة الحزم فحابين نسمع إذا كان لك مشاركات أو لك قصيدة معينة. أول شيء أسأل الله عز وجل أن ينصر حكومتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي الحقيقة أن يعني عاصفة الحزم أعادت لنا وهج وأعادت لنا دور إقليمي كبير للمملكة العربية السعودية، وحنا كشعار يعني فعلا إذا مرت علينا موقف زي هذا ولا تحدثنا فيه ولا تكلمنا ولا مجدنا فيه متى نتكلم يعني. والله القصائد كثيرة ما أخفيك سرا، يعني سوينا قصائد نظم، قصائد حفلات وقصائد كثيرة أنا وغيري من الشعراء.
لما تسألني أحاول أستذكر بعض القصائد، أقول لك في أكثر من قصيدة. أحاول إني أجيب شيء يعني ما أدري الشيء اللي يناسبكم، بس في قصيدة عرضة كانت في حفلة، طبعا كان معي الشاعر رد على القصيدة، الشاعر رمضان المنتشري، لا يحضرني رد أبو فيصل. لا 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 لا. طيب طيب. لا 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 لا. مثل ما جبنا علي صالح وضمدناه من نيرانه، نقدر أن نحرقه بالجمرة اللي شبنا بها، نقدر أن نحرقه بالجمرة اللي شبنا بها. طيب يا أخي طيب. سود الله وجه جحاد الجميل وناكر المعروف، لنا بشنا صفحة التاريخ هذه ما هي أول مرة، يوم تحرير الكويت وفزعة الزمرة مع صدام. المعارك علمتنا من معادينا ومن صاحبنا، ودبلوماسية قيادتنا استطاعت تكشف الأوراق. استعدنا دورنا في عاصفة حزم الملك سلماني، كم كشفنا عن قناع وكم كشفنا من وجيه، وكم كشفنا من قناع طاح. مثل ما جبنا علي صالح وضمدناه من نيرانه، نقدر أن نحرقه بالجمرة اللي شبنا بها، نقدر أن نحرقه بالجمرة اللي شبنا بها. وسلامتكم. سلمت وأنا ندمت. أبو مسفر، نظرتك للثنائيات عموما؟ بالنسبة للثنائيات يعني غيري من الشعراء اللي أكبر مني ولهم تواجد في الساحة لهم ثنائيات معروفة، وربما أكثرها يعني كانت ناجحة ربما، ولكن المشكلة دائما في الثنائية اللي هي الاستمرارية فيها، الارتباط المستمر على المدى البعيد. أنا بالنسبة لي، أنا أقول لك، أنا بديت في الحفلات خارج موضوع الثنائيات في بداياتي، عرفت؟ والثنائية تستلزم من أي شاعر أن الشخص اللي يكون معك يعني يكون بينك وبينه علاقة أكبر من الشعر. أول شيء التوافق الفكري، الارتياح النفسي، المصداقية بمعنى كلمة المصداقية، عرفت؟ فبالنسبة لي أنا أرحب يعني بالموضوع هذا في حال فعلا توفر جميع مقوماتها لنجاحها. إذا توفرت المقومات اللي ذكرتها قبل شوي، أنا أعتبرها راح تكون ثنائية ناجحة. وبالعكس كثير من الشعراء يسعى الموضوع ذا، وفي شعراء يقول أنا في غنى عنها. أنا بالنسبة لي ذكرت لك، أنا بديت في الحفلات خارج موضوع الثنائيات. طيب. وأعتز يعني إذا أي شاعر فعلا طيب كان متواجد معي في الثنائيات أعتز فيه. طيب هذا جواب دبلوماسي ما يرضي شعراء شكلوا معك ثنائية. في شعراء شكلوا معي ثنائية وأعتز فيهم ولا زالت مستمرة. مثل مين؟ عندك مثلا الشاعر بندر الأحمري طبعا، عندك الشاعر علي الخراشي. يعني ما في، هي ثنائية اثنين، أنت قلت لي صل على محمد. يعني هذه ثلاثية. أنا قلت لك صل على محمد، صل على محمد. يعني أنا قلت لك ضد إني أذكر أسماء يعني من شعراء سبقوني، عرفت؟ صل على محمد، عرفت؟ في يعني ما هو بالضرورة ممكن أن كل حفلاتي مثلا تكون مع الشاعر بندر، لكن في ارتباط على الأقل عند الجمهور، ارتباط عند الجمهور، وهذا الشيء يسعدني أنا، وبالعكس ولنا حضور ولنا تواجد، عرفت؟ في منطقة معينة على حسب الظروف، ربما الشخص ذا يكون بعيد عني، ربما يكون قريب. يعني أنت تبغى توصل رسالة لهم الاثنين ذولا، إن جيتم أهلا وسهلا. لا بالعكس، لا إلا لو أنك حريص على الثنائية كنت تكلمت عنه. لا بالعكس، أنا تكلمت عنه، سألتني. ما تكلمت أنت يا رجل تقول لي أنا بديت في خارج موضوع الثنائيات وأعتز بأي شاعر يبغى يشكل معي ثنائي، بس وسكت سكت. طيب أنا قلت أعتز وأتشرف. كيف تقول إن جيت أعتز بأي شاعر يبغى يسوي معي ثنائية؟ لا ما يا أخي الكريم صل على محمد. الكلام واضح. أنا قلت كلامي واضح والله. لا أنا قلت لك
بالنسبة للثنائيات أنا أرحب فيها مع شراء أعتز فيهم، ولو ما تقديري مثل الأشخاص اللي ذكرتهم ما حضرت معهم يعني، لكن أنا أستفيد منهم وفي نفس الوقت يعني في تجانس وهم يستفيدون منا. عرفت؟ بالعكس يعني. طيب. أرحب فيها كثير والله، ولي الشرف يعني، ومشهود لها يعني ترى. طيب حتى هم يرحبون أتوقع، لكن يا حبيبي ماذا تمثل شهادة ابن ثايب لك؟ وسام على صدري. بس؟ وسام من شاعر كبير. طيب أبو مسفر، أنت كشاعر من قبيلة بلحمر، ماذا قدمت لك القبيلة؟ قدمت لي الكثير. قدمت لي الكثير، والشاعر بدون قبيلته أتوقع لن يكون له نجاح وتواجد وثقل. عرفت؟ وأتشرف أنا مثلت يعني قبيلة بلحمر إن شاء الله خير تمثيل، وهم دعموني فعل الدعم اللي أنا أحتاجه إن شاء الله. وأنت ماذا قدمت لهم في الجانب المقابل؟ قدمت لهم، شوف الشاعر لما يجي في حفل أي شخص مثلا من قبيلته ويمجد في الشخص ذا أو في القبيلة اللي هو منها، سواء من قبيلته أو من خارج أي قبيلة من قبائل بلحمر، عرفت؟ فهو بالشكل ذا قاعد يقدم شيء له. جميل. كان لك مساهمات من خلال قصائد في طرح مشاكل القبيلة؟ والله شوف أنا يعني في المجال هذا احتفالات، يعني إذا أذكر مثال احتفالات اليوم الوطني اللي تصير في بلحمر كل سنة أنا أكون متواجد فيها ولي مشاركات فيها. جميل جميل. طيب يا أبو بصر، أبغى أشوف أبرز الشعراء في بلحمر غير بندر، أبرز الشعراء. في شعراء والله، في شعراء في بلحمر وخارج بلحمر وفي المنطقة الجنوبية. لا خلنا في قبيلتك. بالنسبة في بلحمر يعني في مجموعة شعراء، يعني أنا خاف إني أذكر أسماء وأترك أسماء. أنت تتكلم كعرضة يعني في العرضة وفي النظم ولا لا في العرض؟ في العرضة بس فقط. أيوة عشان بعدين لا نقع في حرج. نعم. لا العرض. في العرضة عندك الشاعر أحمد بن زروق، عندك أخوان الشاعر بندر ما شاء الله، عنده 3 أخوان شعراء ما شاء الله متمكنين، اللي هو الشاعر مديش والشاعر ظافر والشاعر ناصر. نفس توجه بندر في الحماس يعني وفي القوة؟ مثل بندر، وشعراء متمكنين ولهم تواجد ولهم حضور في بلحمر وخارج بلحمر. جميل. هذول أبرز الشعراء. يعني أنا زي اللي لهم حضور في الحفلات وفي العرضة، أنا أتكلم كشعراء عرضة. هذه الأسماء، الشاعر أحمد بن صالح الحمري كذلك، الشاعر سعود بن عزمان، مجموعة شعراء. لو عرض عليك أنك تدعمهم؟ والله لي الشرف، ولو تسألهم إن شاء الله يقولون سعيد ما قصر. وافي. طيب جميل. أبو مسفر، أبغى أسمع منك قصيدة. طيب في قصيدة هنا كانت أمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، ويعني عشان نوضح القصيدة وش الفكرة. طبعا كان في الحفل كان في افتتاح مزرعة ومصنع الورد في مدينة أبها، وكان المستثمر جاي من الطائف وجاي من ورد الطائف، فكان المنظر في موقع الحفل جميل جدا بوجود صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، وكان الحفل في الصباح. فاذكر أني قلت على وجه راعي الخير مبدأ صباح الخير، يطيب الصباح اللي على فيصل إشراقه، على صوتك الطاهر تغني لحون الطير، تطير وتجي وتروح لرضاك سباقة، تشوف السماء زرقاء ولكن تشوفك غير، تشوفك بياض النور الأشعة براقة، تشوفك وهي ضمية وكفك نهول البير، وتشرب عطاك الجمة لا جاء على فاقة. أنا ما لقيت أصدق من الطير يوم يطير، ولا لومه اللي نظرته فيك صداقة. يا أبو خالد أبغى أعبر ويعجز التعبير، تقولن بين الشاعر وبينك علاقة، اللي غبت غاب الشعر والفكر والتصوير، ولا جيت زان الشاعر وزانت أخلاقه. وأنا هذه أول وقفتي يا سمو الأمير، وأنا لي 3 سنين والنفس تواقة. وأنا هذه أول وقفتي يا سمو الأمير، وأنا لي 3 سنين والنفس تواقة. كم لي على شوفتك ونسعى وحث السير، ترى البعد نارا في الحشا يشعل إحراقه، ولا ردني عن شوفتك حاجب وزير، مجالسك للضيفان ما هي مغلاقه. ظروف الزمان اللي حدتني على التأخير، وطرد نور الدنيا ومسعى بلا طاقة. وذا اليوم يوم السعد والنور والتبشير، وقلبي يسوق الشوق من خالص أعماقه، على سيدي فيصل، وفيصل سمي الخير ولد خالد، وخالد جمايلها
سباقة على طلته بالنسيم، وتغنى الطير وحتى الزهر والورد تتفتح أوراقه، وجاتك ورود الطايف الزهر والنوير، ولك خط ريحان الجنوب انثنى ساقه. يقولون لون الورد يعرف بعض ويغير، ولكنها في شوفتك تنجمع باقة، تسابق على يمناك في فكرها وتصوير، ويرسم عليها العشق لوحها على طاقة، على شرفة الوادي وقمة جبال عسير، ويركز عليها الغيم رعدها وبراقة. هنا يعجز لساني وعذرنا على التبرير، على الهون يا قلبي ونبضها وخفاقة. هنا وقف الشاعر إذا حس بالتقصير، ويجعل ختامها مسك ويجمع أوراقه. جميل جميل. أبو مصر، أنا أشوفك مركز على النظم، رغم أن النظم ما هو من تراث أهل الجنوب على فكرة يعني. أنت كشاعر، يعني كشاعر جنوبي، إذا صار في حفل وحفل رسمي، أنا أشوف أن المفترض أن الشاعر يكون لسان قبيلته ويعبر بتراثه هو. فما أدري إيش سبب أنك مثلا يعني زي المناسبة هذه أمام الأمير فيصل، شفت كيف؟ هذه مناسبة، أنت شاعر تمثل قبيلة، المفروض أنك تتمثل بقصيدة عرضة. طيب، أو أنك تشوف أن العرضة ما هي قد المقام. صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أول شيء أنا أخالفك في كلامك، ولما تقول مثلا شعر النظم ما هو من تراثنا. نعم. لا، غير صحيح الكلام هذا. طيب وضح. غير صحيح. قصائد النظم، شوف أنت إذا بتتكلم على مستوى المنطقة الجنوبية لا تعمم، عرفت؟ في قبائل، وأتوقع أكثر قبائل الجنوب عندهم قصائد النظم هذه من مئات السنين. أنا بالنسبة لي أتكلم، لما تتكلم عن تراث قبيلة، عندنا في بر الأحمر مثلا قصائد النظم، عندنا قصائد الشعراء لها 200 و300 سنة. قصائد نظم. أترك قصيدة النظم نفسها كقصيدة، كل واحد يقدر يسوي. أنا أتكلم عن التراث عندنا يا أخي الكريم، العرضة واللعب الشهري والمسحباني. الشعر بصفة عامة هو تراث، لا تفصل هذا عن هذا. طيب، عرفت؟ طيب. الحين مثلا لما تقول التراث، لما تكون التراث المتأصل في القبيلة، مثلا لما تقول مثلا احنا مثلا في بر الأحمر ما عندنا دمة، هل ما عندنا تراث؟ لا. حلو. طيب، شعر النظم أنا أقول لك اللي كانت ما تسمى عندنا قصائد المجالسيات عندنا. لا تختلف هذه يا أخي. لا، هذه عندنا، لا ممكن في منطقة الباحة المجالسيات أنا أعرفها أنها على صوت العرضة وبدع ورد، لكن المجالسيات عندنا القصائد اللي كانت تقال في الحروب عندنا كانت أكثرها، بل إنها أكثرها قصائد نظم، وهي ملاحم موجودة ونحفظها مع شيبان ويروونها ويحفظونها. عرفت؟ بالنسبة تقول الحضور أمام الأمير، طال الحين شوف بعض الاحتفالات تفرض على الشاعر أنه يتكلم بلغة يفهمها أكثر الجمهور. اللهجة البيضاء قصدك؟ اللهجة البيضاء واللغة البيضاء. لما أجي في محفل، صل على محمد، لما أجي في محفل رسمي، عرفت؟ مثلا إذا كان فيه أحد من أفراد الأسرة الحاكمة فرضا، عرفت؟ ويكون حفل خطابي مثلا، عرفت؟ وبيكون بعدها مثلا فقرة وفقرتين عرضة وأداء موروث العرضة، أتكلم عن موروث العرضة. فأنت لما تقف يجب أن تخاطب، تحاول توصل الفكرة. أنا مقصدي بالفكرة اللي عرضة. أنت عرفت كشاعر عرضة، ما عرفت كشاعر نظم. أخذتنا الحفلات عن موضوع النظم كثير، أخذتني أنا بالنسبة لي أخذتني الحفلات عن موضوع النظم. ولا أنا أقول لك بداياتي كانت في شعر النظم، وأنا أحب النظم، والقصائد اللي تخلد عند الشاعر أجدها أكثرها قصائد النظم، هي اللي تبقى تخلد للشاعر. قصائد العرضة جميلة وأداء موروث، ولكن إذا توفرت جميع مقوماتها، في حال توفر الصفوف، الزير موجود، المؤدين للأداء العرضة، فذاك الوقت صعب انك تجيب قصيدة نظم. لكن لما يكون حفل خطابي منبري، تبغى توصل رسالة بلغة بيضاء للجمهور اللي يفهمها قدامك، يجب ان توصلها باللغة اللي يفهمونهم. هذه وجهة نظري. جميل. طيب، انا قبل شوي جبت لك سيرة اللعب الشهري من ضمن الكلام، فما ادري هل لك مشاركات؟ قليل والله جدا. طيب سمعنا هذا من القليل هذا، لأنه القليل يكون مركز، هذا اللي أنا أعرفه. ما شوف، أنا قلت لك قليل وفي البدايات، قليل والله وفي البدايات. ما أنا قريب ما سويت قصائد لعب، لكن في قصائد، يعني أذكر قصيدة من شخص ما ينزل حفلات، هو قريب لي يعني، وفي بداياتي كمان يعني بتذكر هذه القصيدة في البدايات. أنا والله ما في بالي شيء معين، لكن
في قصائد جديدة بس إني والله ماني حافظها، لكن القصيدة هذه ما أدري، أصلا قصائد البدايات دائما تكون محفوظة في ذاكرة الشاعر. يا لا 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 ما عاد أبكي، هرجة الزين في أنغام عود ما عاد أبكي، هاتفي يشتكي كثر اتصالي وشابكي له. الله المستعان. الرد طبعا يا لا 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 ما عاد أبكي، والله يا الزين من فرقة عيونك ما عاد أبكي، دام حنيتني شوفت عيونك وشابكي له. الله 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 الله. جميل جميل. أبو مسفر، أنت كشاعر قبيلة يعني، ما أدري علاقتك بمواقع التواصل الاجتماعي، لأنها هي الآن يعني الوحيدة اللي تربط الشاعر من جمهوره. صادق. فما أدري كيف علاقتك به. والله أنا شوف، عندي يعني في تويتر مثلا، عندي في أكثر مواقع تواصل، ربما في تويتر عندي حساب، ولكن أقول لك أنا مقصر، والله مقصر، ما أهتم كثير. أنا أشوف غيري ما شاء الله يعني من الشعراء مهتمين فيها، أنا بالنسبة لي أعترف بالتقصير وأعتذر من الجمهور اللي ربما يتابعوني. لها أثر في علاقة يعني في حفلات الشاعر كثرتها ولا قلتها؟ والله شوف، لها ربما أثر بعض الشعراء من خلالها يعني تسويق، بعضهم يسوق لنفسه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. عرفت؟ أنا بالنسبة لي قلت لك مقصر، وفي أشخاص والله حريصين أنهم يعني يحاولون ينقلون بعض الأخبار لي، ولون يعتبرها يعني الأخبار حتى أنا مقل فيها. عرفت؟ وعندي وجهة نظر في الموضوع هذا، أنا ضد بعض الأحيان الشاعر اللي يسوق لنفسه. جميل. طيب. مواقع التواصل الاجتماعي فيها تسويق. جميل جميل أبو مسفر. طيب، حابين نسمع منك كلمة أخيرة قبل ما نختم اللقاء. والله يا أبو محمد، أنا ما في بالي شيء يعني. أول شيء أشكرك على الاستضافة وعلى كرم الضيافة، هذا قبل كل شيء. كرم الضيافة الشاي يعني. الشاي ما قصرت، إن شاء الله بعد الشاي إن شاء الله الغداء والعلوم طيبة إن شاء الله. عرفت؟ فزي ما ذكر، أول شيء أشكر قناة الفرسان، يعني تعتبر قناة رائدة في الموروث. أشكر القائمين عليها، قدمت للشعر وللموروث الشيء الكثير، ولا زلنا ننتظر يعني شيء أكبر. الطموح بعيد، نتمنى إخراج العرضة من موضوع الإقليمية إلى موضوع ومجال أوسع، وهذا لا يتم إلا من خلال يعني التكاتف بين الشعراء وبين القنوات وبين أهل الجنوب بصفة عامة. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله، وأتمنى يعني أن أنا كنت صادق يعني في أكثر إجاباتي، وإذا كان في تقصير فأنا أعتذر. لا، ما في تقصير، في تحفظ كثير. ما في تحفظ، أنا والله اللي في قلبي حاولت أني أذكره كله، وحاولت أني أكون صادق ولا أجرح في أي شخص كان، لأن بطبيعتي والله ما أحب أني يعني أجرح أي إنسان مهما كان. وافي أبو مسفر. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع التي كانت مع الشاعر سعيد بن مسفر الأحمري. إلى اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا رياض الخزمري ومخرج العمل الأستاذ مسفر العبدلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.